الرحيم. أود في البداية أن أشكر مركز الأجيال 21 ثقافة والمواطن، ثقافة والمواطن. ربما هناك حكمة في هذه الكلمتين، ثقافة والمواطن، لأن الحل الفعلي الحقيقي هو المواطن. ودائما في إطار الأفكار التي وردت هنا من طرف هذا المناضلين الأجلاء اللي تكلموا قبل مني، الأستاذ مثلا بوزيز تكلم عن الوطن، اسكو سيتي باتري كولتيريل ولا سبيريتيال ولا تيريتوار ولا ذا، لأنه فيه أزمة هوية، فيه أزمة هوية كبيرة، لأنه خصنا نغيروا مفهوم ديالي أشعر ديالنا. هذا المنطق يعني لا بيرسبكتيف، أي شيء نشوفوه من منظر واحد نغلطوا فيه، لأنه لابد من نشوفوه من مختلف البيرسبكتيف. إذا كنا فعلا باغي تصالح فعلي حقيقي من أجل أن نعيش كاملين سويين، ما خلينا نتندو فيها ولاد عمنا وفيها خدنا فيها ناسنا فيها أصدقائنا فيها بواتنا ميتين فهم، وفيها مجهوداتنا وفيها بعض من الأمان نفعلوها. ولما جاء بلان بي، لأنه هذا الشيء اللي قالوا العودة واللي هي عودة المغاربة كاملين، ماشي المغاربة الصحراويين، قالت لنا حنا هذا سان بينيتو اللي دار لنا حنايا هذا عيد، والسي ديال ما يقالوا عيد مثلا، ولا السي اليوسفي محترم ما يقالوا عيد، صافي كمل جا والله انت نفسك ما يقال لك عيد. يعني انا نظن على انه فيه نوع هون من ربما عن سهو، هو ربما عن دائما ذيك فكره انت هو اللي تعطي الصدق وانا ما عندي الصدق. اذا انا دائما ننتظرك انت تنقص لي انت هو اللي خصك تنقص لي، واش انا ظريف واش ما ظريف، واش زوين واش ماشي زوين. اذا هذا ما يمكنش في دوله اللي هي دوله عندها 14 قرن، وهي دوله عندها مشكل جدي جدا جدا، مشكل جدي جدا. لما تكون عندك مشكل سي فاسيل، ومن الامر الهين انك تلقى له واحد يعني مبرر. هذا مشكل انا ما درته، لا مشكل واحد اخر انا ما درته، انا دائما معليش شي فيها بكتير ما درت. مشكل الصحراء ما داش في 40 سنه، مشكل الصحراء دا بلا 40 سنه. احنا نعرفوا وكان تعرفوا حركه الهيبه في 1912، وفيما بعد ذلك نعرفوا على ان المغرب لما استقل في 1956 اول شيء وضعوه في الامم المتحده هي مشكله استرجاع هذه الاقاليم. اذا ومنذ الحين وهناك مطروح الملف، لكن ما هي الحلول اللي فعلا احنا يمكن نوصلوا لها؟ اذا كان بلان ا ما نجح، فين هو بلان بي وفين هو بلان سي؟ احنا فهمنا من الوطن غفور رحيم انه تصالح وطني، وجينا 12000 فيه المؤسسين، فيه الكتائب، فيه هذا وأكثرية هذه الناس من الأراضي اللي كانت الأصلية. إذا ما يحسب عليها الأخطاء الماضية، ما تحسب هذه الأخطاء ديالك الماضية. إذا كنت أنت ضربت شي واحد المظاهرة ولا ما تفاهمت معاه ولا قلت له مشي حرك هذيك الصحراء باش حنايا ننجحوا حنا في الرباط، يعني أكثرية هذه تسموه العيني اليوم، واللي هذه العودة ما عرفنا واش هي عودة تكفيرية عودة تسميحية هي عودة دينية ما عرفنا. المهم انه هون مشكل كبير.
وهذا المشكل كبير اللي مدخل أزمة أخرى كبيرة جدا، لأنه لأول مرة مجلس الأمن يعني ما يتوحدش على القرار. إذا أنتم تعرفوا عن السياسة كي نقولوا احنا في الصحراء، يقول لك الحسنية عمروها الجنون، حتى السياسة عمروها الجنون، يعني حسب الظرفية اللي احنا فيها. ايش اللي شي مفاهيم مرحلة من الزمن راناش تصلح هذه المرحلة اللي احنا فيها، لأن هذا مشكل الصحراء هو جاء في الحرب الباردة كما نعرفوا كاملين، وكانت اللعبة فيها A و B. اليوم مثل فيها A و B، لأنه لي رابور دي فورس تغيروا تماما، معنى المعالم تغيرت، واليوم أصبحت أزمة ثانية أصبحنا بالعولمة. شنو هو الحل؟ الحل ليس بالأمر البسيط، ولا يوجد هناك حل سحري، ولكن الحل فهم العاصمة الثانية ولا افهم. وهذا تم لقاء مراكش كما تعرفوا على أنه فهم على أنه خصو يجبد هذيك الناس الصحراويين اللي عندهم علاقة مع المغرب، وهو اللي فهمنا هنا، لأنه كاين صحراويين جزائريين وكاين صحراويين موريتانيين وكاين صحراويين ماليين. مفهوم الصحراء فيها استعمالية ديال الكيلومترات كيف نعرف. إذا شنو هو دورنا حنايا؟ أن نتخلى عن الملف، نتخلى عن المشروع، ونجيك أنت وما تبغيش تدخلني بالمشروع ديالك. واش هذا يعقل؟ ما يعقل أنك ما تخلينيش ندخل معك المشروع، تقول لي أجي تسدد بالك، لا أنا نعطيك الحكم الذاتي من هون ل 14 100 قرن. أنت لا تنتظر تماما لأن نعطيك الحكم الذاتي. يا أخي خصنا تصالح فعلي، خصنا نقاش كما أشار الأخوة، نقاش فعلي، نقاش متعدد المناظر، نقاش من أجل تكريس فعلا هذا المفهوم اللي هو مفهوم. أنا قلتها في الفونداسيون القبيل، قلت إعادة لا ريفونداسيون ديال فهموها بعض المترجمين اللي ما عرفت اسم الجامعه المترجمين، وقالوا هذا التخيل كاع راه كاع كيشكلنا هنايا. قلت له خويا الملك يقوم به لا ريفونداسيون ديال هذا الدستور الجديد راه محاولة لا ريفونداسيون. هذاك الشيء اللي ما تصالح لنا بالماضي خصنا نبدلوه باش نمشوا سويا مشروع واحد. لكن مشروع واحد إذا كان من طنجة للوالد خاص يكون مشروع مبني على قانون، مبني على دولة حق القانون. أنا لست متسويا ولا أريد أن يكون أي كان متساوي. حسب راسك الوطني ما يعطينيش حتى الصكر الوطني، ما يعطيهاش. أنا فعلا من المؤسسين وناضلنا آمنا وكتبنا الجبهة الشعبية لتحرير الثغرة الحمراء والذهب. هذه الجبهة الشعبية لتحرير الثغرة الحمراء والذهب ما هي الجبهة الشعبية لتحرير الصحراء الغربية. تحرير الصحراء الغربية جابوها الجزائريين، ما جبناها احنا، وحنا مشينا ضحيتها، لأنه ذوك الإخوان اللي أصلا إذا تبقى دي بان عربيست ولا عندهم تفكير آخر مشاو للحبس. 75 مشيت للحبس. علاش مشيت للحبس؟ ومتهم لأني مندس للمغرب ومندس لإسبانيا ومندس لأمريكا ومندس ما عرفنا إسرائيل. ديك الساعة ما عطاوني الشرح مندس لإسرائيل. إذا الجزائر احتلت الملف، ولما احتلت الملف شدت الإخوان، بعض من الإخوان اللي مشاو معاهم في الخطة اللي فعلا هذو إخواننا، ولا يمكن نزعزع الملف إلا بالصحراويين باش تتكتب. ومن هو يمثل حتى اليوم؟ شكون يمثل شكون؟ ولا خطر مازال ساير. من هو اللي يمثل من؟ هل البوليساريو اليوم يمثلني أنا؟ هل يمثل المنتخبين اللي موجودين في الصحراء؟ يعني المعطيات تغيرت. إذا حتى لو من المتحدة عليها بدنا تغير المعلومات، لأنها تغيرت وصلت. الشيء طبيعي. بوليساريو تمثل أشخاص معينين، ولا شيء لا المخيمات. الناس في المخيمات تيدو، والناس في المخيمات تيدو
مقهورين لا ميزير فرضين عليهم لا مزيد ولا لهم صفة تجارية. وخير دليل التقرير ديال أوروب ديال لونيون أوروبيان أنه هذه المخيمات خصهم يبقاو دائمين، وبقاء هذه المخيمات خص جبهة تكون دائما لأن المخيمات موجودين يعني ولنعمة بقاء بوليزاري. والمشروع هذا هو بقاء هذه المخيمات. إذا الحل شنو الحل؟ كنت شرط الأستاذ وليد على العلاقات المونيتارية، علاقات الجزائر. أنا في القرن 21 ما يمكنش نحلوا مشاكل إلا بالنقاش وبالإرادة السلمية وبالاعتراف المتبادل وبأن يكون لوط ليجيستي اعترف به، لأنه خصنا نفهموا أن المصلحة المشتركة لنا كامل. ما يمكنناش نستقلوا ونبداو يعني من اللعبة هذه الغربية وغيرها، ثم دائما احنا هما اللعبة الدارية على تجيري صوتك بالحوت صوتك ما بدك الحوت راه الجماعة الثاني. إذا حتى الموقف الغربي اليوم أصبح يعني مبهدل، أصبح مبهدل. ما تلاش ذاك الموقف اللي أنا موقف معاك لا عطيني هذه ولا نصوت على هذا، أنت ما درت والو على العرب أنت ما. إذا معناها أنه باش ما نطول عليكم لأنه نقاش شيق جدا وجات أفكار جيدة جدا. أنا نحسب على أنه مجيئنا نحن هو بلان بي واحد الثالث. هل ثالث هل ثالث عبد العزيز راه هذا شخص واحد كيفاش الشدة تضطر عبد العزيز هذا وهاد الناس اللي جات كاملة فين هي؟ وفين هي المؤسسة المتكلفة بها؟ وفين هي المشاكل ديالها؟ وفين هي المسائل المعنوية والنفسية وكثيريتها ما تعرفها؟ كيف تواصلت معها انت؟ وصاحبي درت له كارت ناسيونال راه هو المواطن ايوا ومن بعدين تعطيني كارت ناسيونال. اذا انا على انه فبا هذا السجل الملف خصو شدو جديا مشكل الصحراء خصو شدو كامل بجدية، وخصنا نفهمو على انه ما كان حد عنده الحل السحري، وعلى انه خصنا كاملين نشاركوا. زي نسمع يقول لك الشعب كامل توحد وكان توحد، الشعب توحد حتى على الكره توحد على الكره. التوحيد حنا نتكلموا مع النخبه. هاد النخبه شنو دورها؟ شنو واش العيون خصنا غير الرمبه خصنا غير الرمبه التنميه البشريه والتنميه هذه والتنميه صحت عندنا المافيا، وهذه المافيا تصلح شيء ثاني. اذا هناك شيء خلل مازال صغير خصنا نعرفوا انه مازال صغير نحلوه وما نتكلموش رجال المنطق فقط زاويه معينه لا هذاك حزبيه ولا هذاك. اسمح لي يعني كاملين نتحزبوا، ولكن تحزبوا من اجل تسيير جيد لا ولكن انت وداليا هو يعني تبادل. ولكن فكر الاقتصاد ما يمكنش يكون دوله يعني محترمه ودوله تحترم نفس فكر الاقتصاد يعني تكسب لو عطيتك الصك كان والو. اذا فينالمون بغيت انا نقول باش نلخص عندنا مشكل التواصل، مشكل الصحة الأساس هو مشكل التواصل. وهذه اليوم كنت نتكلم مع واحد من اسبانيا وقال لي قال لي واحد مغربي في السفارة المغربية قال لي احنا عندنا مجهودات كبيرة ولكن معروفة ما نعرفوش نوصل. قلت له انا شوف غتمشي لي بلاصة من المغرب وتلقى زنيقه صغيره ويبان لك ما كاين والو، كنت تدخل تلقى قصر. حنا ونا لا طوندونس ان داك الشيء اللي عندنا
ما نص يعني، وهذا متنافي مع مفهوم التواصل في الأولوية. المغرب اليوم أصبح الحمد لله هو أكبر، هو الدولة الفاعلة في الاقتصاد، وعندها أكثر من 300 يعني اتفاقية اتفاقية وحدها. إذا هناك كثير من المعلومات والكثير من الأشياء اللي لا ندركوها وما نعرفوها، وبدينا في النقاش دائما نفس النقاش، سي نو. راه كي قال الأستاذ وليد راه بيضة ولا كحلة. هذا راه مشكل مصير، ومشكل أولادنا، ومشكل خوتنا اللي ماتوا، ومشكل الحرب اللي وقعت شحال الناس فيها لنا والنار، ومشكل عويص جدا. إذا خصنا الحكومة فعلا، خصنا الناس تفهم هذا المشكل، خصو يوقف يعني بإصلاح وطني حقيقي فعلي من أجل أن نعيش كاملين يعني مكرمين معززين في بلد واحد. شكرا مرة ثانية، شكرا محمدية، شكرا لكم، شكرا صبرتوا علينا وسمعونا بزاف. أولا ظهر على من ناحية الترمينولوجي، خصنا نتخلاو على الترمينولوجي ديال الحرب الباردة على كل صعيد. المغرب فعلا طور من الناحية القانونية، ولكن من ناحية التطبيق هناك واحد ديكالاج ما بين التطبيق والنظر على ما أعتقد. دورنا هو بأن نتعامل بهذه القضية بواحد لونتيتي انتليكتيال، وبأن يكون هناك انضباط اللي هو نقاش ماشي مونولوج كوليكتيف، نقاش فعلي حقيقي. تصوروا معايا الصبح مثلا على الانتخابات في اسبانيا مثلا اطلاق اليسار اللي هو رئيس بوديموس مثلا، والجزائر وضعها رانا عارفين كيفاش. اذا شنو هو مستقبل المشكل؟ شنو هو من هو البلان اللي احنا خدامين عليه الان باش مثلا نديرو ديك السياسات الاستباقيه والتخطيط على مدى بعيد جدا؟ شنو هو التصور الاخير اللي يمكن حنايا نوصلوا به يعني شمال افريقيا كامل؟ باش كاع نقولوا العرب ولا النازق ولا هذا كان يسموه افريقيا باش كاع نصالحوا. شنو هو يعني الحل اللي يمكننا نوصلوا له؟ منين هو التصور؟ بنقص بين التصور وهذا التصور ما يمكن. انتم تعرفوا على فكره الانفصال او غير الانفصال، هي فكره للقاده المفكرين، لكن الشعب شو دور؟ الشعب دور الكرامه، الشعب اللي يطلب عليه هو الكرامه. اذا الفكره ديال الانتليكتيال راه هو اللي صوتها ويقول الشعب كذا والشعب هذا والشعب ذا والشعب هو، لكن الشعب الحقيقي اي الشعب مهما كان الكرامه. اذا نمطيه الحزب السياسي ونمطيه الحكم الذاتي انا قلت نفهم علاش المغرب، لان المغرب كاين 3 شروحات. القرار 15/14 ديال 1963 اللي متعلق بذيك الشعوب اللي اول جماعات البوبيلاسيون اللي كانوا تحت سيطره استعمار معين. واحده هو الانضمام الكلي، ثانيا هو الاستقلال الكلي، ثالثا هو حل وسط. المغرب جاء حل وسط اللي هو الحكم الذاتي. وانا بصفتي صحراوي لا اؤمن بالحكم الذاتي، انا اؤمن بالمواطنه هي الاولى، لانك ما يمكن لك دير حكم ذاتي والمواطن ما هو كاين. المواطن سي المواطن هو الاولى. منين يجي المواطن ديك الساعه واش نديرو 500 متر هنايا و600 هنايا و700 هنايا و10 هنايا. لو الفو كومونسي باغ لي كومونسمون. نتكلموا عن الهويه ونتكلموا على هذه ونتكلموا على هذا. فعلا انا اتفهم على ان المغرب زحزح الملف رسميا وقال هذا الاقتراح ديالي. اذا انا تنازلت
الانضمام الكلي بمفهوم نستطاع، لا ما نستطاع. يعني المغرب ماشي وما علينا أن نرجع للدستور الجديد ونبدا بصفة حقوقي، حتى مفهوم حقوق الإنسان تغير. علاش حقوق الإنسان مفهوم الحبس؟ حقوق الإنسان راه عليه حق السكن وحق العمل وحق العيش الكريم وحق النقل وحق الاكسبرسيون ليبر وحق التعطير. هذا هو حقوق الإنسان اليوم. ما كانش حقوق الإنسان أيام زمان دابا غير خرجوا من الحبس وصافي راه يعيش في الخلايا على كرتونة في الشارع. حنا خصنا نخدموا على نبنوا لا بي. Il nous faut la construction de la paix, خطاب السلم. انت ملي تقول لي انا حبه من حبها وكذا، شنو معنى هذا؟ انا ما عندي وجه نظر، فهمت؟ تفرض عليا وجه نظر، اذا ما غاديش نتفاهم. واش حبه من حبه ولا ما حبه ما كان. هنايا خاصنا تصالح حقيقي. تفرض عليا وجه نظرك ما فرض عليك وجه نظرك. المغاربه يعني وهنا نحيي الدولة المغربية على الأقل لأول مرة ستشارك في مجموعة جنيف من أجل دعم مخيمات التنوف، وهذا الشيء أساسي وهذا موقف جيد، لأنه هو اعتراف فعلي حقيقي أن ذوك الناس عانوا أمرين وأنهم مغاربة، وأن على أن المغاربة من يبغى مغربي ما يعني خاصو شي حاجة مسؤوليتنا كاملة، وليش مسؤولية غير هذا تقولوا لا راه هذاك اللي واحد البنديات تماك وصافي خليه. لا اسمح لي، الناس ديالها شنو هو حق الدولة على المواطن؟ شنو هو حق الدولة على المواطن؟ واش الدولة ما تحميني ما بغيتهاش؟ الدولة ما تدافع عن حقي، أستاذ المال الوزير، الدولة ما تدافع عن حقي ما بغيتهاش، وأنا الدولة خصني ندافع عنها وندير واجبي تجاهها. سي ان باكت. هي الدولة الحديثة راه معنا أستاذ ديال العلوم السياسية، الدولة سي ان باكت، والباكت مبني على الاتفاق ولا لا؟ الباكت عقد. إذا لابد لنا من نعودوا جنرال من أجل أن نوصلوا للسلم. الأستاذ بعض الإخوان قال ربما سيكوكاس على ما أعتقد واش يمكن تحل الملف من 6 ساعات؟ نقولوا لا، ما يمكن في حالة واحدة، في حال أن احنا نصعدوا مع كل المنظمات وكل نديروا الحرب كاع على العالم، نديروا من كاع انت ما عندك الصح وانت ما عندك الصح وانت عندي انا واحد الصح. سي لا دبلوماسي ويتيليزي سا دبلوماسي. اصلا الدبلومات اش الشحن وهذا الشيء لا ياتي بخير. الشح لا ياتي بخير، الشح لا ياتي بخير. المسألة الأخرى اللي باش نكمل هو هذا الشيء ديال العائلين اللي أنا اللي 25 عام ما تتقال واحد يقول لي عيب، حتى هو عيب، حتى أنت عيب. وعيب هذه سيتي ترمينولوجي، سيتي ديسكريميناسيون كوا. واش هذه 25 عام وأنا نحاول المواطن أنت تشكل المرض وتبني السطيفة ورجع عرفك عيب. أنت هو القاضي يجلس معايا سبيسيال يقول لك عايز سبيسياليست في الصحراء وانا غير عايد، خليتني غير عايد، بس ممكن هذا عايد حتى الكهرباء غير قطرك وكذا. كلشي عايد هذه 25 عام وحنا كنحاولوا نجمعوا حقنا كمواطنين، ومازال بقينا سقينا بناء سامبيليت وبالك هذا راه عايد بحال اللي داروا اسبانيا في زمن القرون الوسطى. دابا معايا زادوا هذا عيب. مواطن وجدارة اللي اخترت وما بالك شريك فرصة واسعة اخترت من حقي. ويوميا انا عندي الفيسبوك واحد يدخلوا يقولوا لي انت خاين انت كذا من العيب. انا ما خدت حد، ما بعت حد، ما شريت حد، ما كتبت حد، ما تفاوضت مع حد. كنت نفسي ندير فين ما بغيتها، وانا قررت مصيري ما ننتظر لا الحكم الذاتي ولا الحكم ما هو ذاتي ولا الجهويه ولا اي شيء من هذا القانون.
باغي المواطن يحقق العنف، وباغي يعيش دولة فيها تساوي الفرص، باغي العنف دولة تساوي فيها الفرص. ونرفض أن نمشي في ديليغاسيون ونقول رئيسها واحد أدنى مني والله ما يعرف الملف أحسن مني. نرفضها، كرامتي عندي كرامتي. الآيدين شنو؟ الآيدين جاوا من هذيك، يعني انتم تعرفوا عن اخر احصاء دارته الامم المتحده كمل في 1999 هي هذيك 1999 شافت عطات 84,000 انسان، ووقعت الطاعونات كيف نعرفوا باش ما نقولوا شرح استاذ نادية صغير. كم من هاد الناس مسجل المخيمات ديالهم؟ كم بالنسبه؟ 84,000 بالنسبه اللي في المخيمات 25,000 25% ياك 25% من 84,000 كم من شخص؟ كم؟ 20,000 21,000 هو سيدي انت جاتك على الغابه 12,000. ايوا هذا ماشي بلان بي، ماشي الحل الثالث. انت شو بغيت؟ والله مالك منزل البركات هذه 12,000 جاتك انا ما بغيتهاش. علاش ما بغيتها؟ انك تصيفط لنا بعض من الناس اللي ما هم اهلا للتسيير، صيفطوا لنا الهيئه صح، صيفطوا لنا الناس اللي يسيروا بطريقه جديه ولا يتموا محاسبين على المشكل الصحراء هي مشكل تجاري. راه ماشي بعض الخويا تكلم على بروجي ايكونومي. عطيني بروجي انساني نقول له ما تعطينيش ايكونومي تقول له خير ولا عطينا لها الصحراء ودرنا الصحراء. لا يا خويا عطيني غير كرامتي انا خليني نخدم، عطيني العدل، عطيني الشفافيه، عطيني منين ندخل الانتخابات ما تقلبليش السنادي، ما تقلب السنادي، عطيني الفرصه في هذا تسعه سولسيون. اذا لا سولسيون راهي غير في الجزائر ولا في اسبانيا ولا في موريتانيا ولا عند بانكيمون، لا سولسيون سي داخل المغرب. لان النهار الاول داخل المغرب، لان النهار الاول وصلوا لي الناس ديال اليسار خلطوا صحابنا وتعرفوا على الاختيار الثوري، قالوا لتحرير المغرب وجب الخلق بؤرة التوتر في الصحراء. الحق هذا هو اللي وعاني انا قريه. J'étais pas ici moi. J'étais pas ici. كاش نحروا احنا المغرب وتحرر 56 واحنا هذا 65 حروهم ايه. وهو فكرني بدات تدخل لي انا راسي شنو هذا التحرير؟ انت اللي فهمت الاستاذ وزيز، فهمت على الكون لا بد من تحمل كامل المسؤوليات من اجل تصالح فعلي حقيقي. وتكلم الحريه النازيه ولا الحسنيه ولا كاع تكلم. شكرا.